هو توفيق من عند الله. فما حاجة خرجت طبيعية، أضرب يا بدري خرجت طبيعية، القاضية خرجت طبيعية، شيل يا طويل العمر خرجت غدارة متاع نيستا، كله كما أنت كبير. شنو مشكلتك مع كريستيانو رونالدو تحديدا ومحبيه بما أنه موجود في الاستديو؟ كريستيانو رونالدو ما عندي معه حتى مشكلة، بالعكس أنا دللته ودلعته بما يستحق. الخليجية المشرقية شيل هز كاس، ما نجمش نقولها بالتونسي وقتها هز 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 هز، خاطر حاجة أخرى. حتى الفكرة ربطت الصورة مع الكلمة وقلت له شيل يا طويل العمر، شيل المجد، شيل البطولة، شيل الذهب، عندي صحاب في المغرب في مباراة السوبر الأوروبي غضبوا لما قلت أنا مثل الكرة الذهبية بين ديمبلي ويامال. عصام والله ما كانش العشم كما تقولوا انتم في الخليج. كيفاش أشرف حكيمي؟ أنا أعطيتك رأي كروي مبني على قراءة كواليس أكثر من أنها قراءة فنية. أهلا وسهلا بكم متابعين بودكاست BN. ضيفي في هذه الحلقة مدرسة إعلامية في التعليق، معلق قنوات BN سبورتس عصام الشوالي. أهلا وسهلا، مساء الخير. مشاري، تحية ليك، تحية للجمهور وتحية للمتابعين. لو لم تكن معلق ماذا سيكون عصام الشوالي؟ لكنت معلق. بعد كل التجربة هذه لو تمنح لي فرصة الاختيار مرة أخرى سأختار أن أكون معلق، رغم أنه غرامي الأول أنه كنت مغروم بكل ما هو له صفة أو صلة بالتاريخ، فكنت ممكن أكون مؤرخ، أو كنت ممكن أكون باحث، أو كنت ممكن أكون من هواة البحث عن الآثار بالشكل القانوني طبعا. ولكن كرة القدم أيضا تاريخ والرياضة تاريخ، فبالتالي لو تتاح لي الفرصة سأكون معلق، لأنه عشت أجواء التعليق، عشت أجواء المحبة، والمحبة أسبقها هنا على الشهرة، عشت أجواء التجربة، عشت حلمي كطفل الملاعب الكبيرة اللي كنت شوف فيها في التلفاز، دخلت لها وعلقت منها النجوم اللي كانوا حلم بالنسبة لي ومغروم بيهم ونحبهم، قابلتهم وكلمتهم شخص لشخص، وأشهرهم اثنين، بيليه ومارادونا. دائما تردد يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، اليوم نفتح الصفحات مع عصام الشوالي، صفحة مفتوحة. نرجع إلى نشأة عصام والذكريات والحنين. وين بدت؟ والله بدأت في تونس العاصمة. مواليد تونس العاصمة على فكرة، عكس ما هو موجود في ويكيبيديا مولود تولوز. لا، أنا من بدايتي معناها ولد العاصمة تونس. كنت في أسرة نقدر نقول أنها والحمد لله بنعمة ربي وفضله كانت أول شيء أهم شيء مستقرة. نقطة ثانية كانت مستورة. هذا ما أتيحت لي بالوضع هذا العائلي أني أكون مثلا 6-7 سنوات دخلت الكشافة التونسية، 9 سنوات عملت أول رحلة خارجية لإنجلترا وفي إطار الكشفي، عملت رياضة السباحة والجودو بعد مشكورة، ثم قريت في مدرسة خاصة في السبعينات. يعني هذا من نعمة ربي، أما بنعمة ربي فحدث. رأيك في من يقول أن عصام الشوالي يبحث عن الترند؟ لو كان يبحث على الترند لكان كثير الحركة في وسائل التواصل الاجتماعي. رقم 1، أنا ما عنديش فيسبوك، وعملته اضطراريا 2014 لما طلع خبر أن الشوالي ساند وقت أحد المرشحين للرئاسة ولم أكن أنا، فبالتالي لهالدرجة قلت الفيسبوك يلزم يكون كانوا حاميني بالعلامة الزرقاء، لا أنشط على تويتر، وأصلا صفحاتي هي مجرد ناقلة خبر. اليوم عندي ماتش، بكرة رايح لألمانيا عنا فاينل، عدا ذلك لا تلقى لا تعليق ولا تلقى تحليل ولا تلقى تبادل صور أو فيديوهات. أنا أصلا يعني مودي وجوي جو آخر. يعني الكلام اللي يذكر من البعض والقلة أن عصام يبحث عن الترند غير صحيح. إذا يقصد هو الترند على مستوى التعليق،
أنا لا أبحث، هي تجري وراي بساقها، هو توفيق من عند الله. فما حاجة خرجت طبيعية، أضرب يا بدري خرجت طبيعية، شيل يا طويل. القاضية خرجت طبيعية، شيل يا طويل العمر غدارة. خرجت، غدارة متاع نيستا، كله كما أنت كبير. نفس الشيء كلهم. طيب. هذا أشهد الله علي أنها كانت ليست بنت ورقة، كانت بنت فكري وبنت اللحظة. مسيرة كبيرة ومدرسة في التعليق. علاقتك مع الوالد والوالدة؟ علاقة متميزة جدا. علاقة الولد اللي يبقى في 40 و45 وبأولاده ما شاء الله، واللي والده يوجهه واللي يعطيه النصيحة واللي أمه تقول له هذا وهذا. فبالتالي حمد لله، حمد لله اللي مرضي والدي، حمد لله. شنو مشكلتك مع كريستيانو رونالدو تحديدا ومحبيه بما أنه موجود في الاستديو؟ كريستيانو رونالدو ما عندي معه حتى مشكلة، بالعكس أنا دللته ودلعته بما يستحق. ورونالدو يعتبر الرياضي رقم واحد بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي، لأنه الإنسان، أي إنسان ومنهم لاعب الكورة ونجومنا، لا يقيم فقط بما يقدمه من مردود في الملعب. هذاك حكم الجمهور وحكم الإعلام وحكم المتابع ومدرب. أنا أتكلم على حكم الإنسان، هل هو راجل، هل هو صاحب مبدأ، هل هو إنساني، هل هو عنده موقف وقضايا. هذا رونالدو عنده، رونالدو عنده هذا. طيب الزج باسم ميسي في تعليقك لمباراة لا يوجد فيها ميسي وتكون حاضر لكريستيانو رونالدو، وشفنا ردة الفعل السلبية والزعل نوعا ما من عشاق كريستيانو رونالدو. لا، الجمهور يلزم يكفينا من تقديس الأشخاص ومن تعبيد الأشخاص. بمعنى فهم بنفهمك. يعني راو هذا تعليق، أنا مش كاتب ورقة وأحكي وأتكلم. الكلام وليدة اللحظة رقم واحد. و90 دقيقة تخرج مليارات من الحروف في 90 دقيقة مشكورة. شوف ما يقال والإنسان لا يفكر. إذا فكرت تقف، تبدأ تفكر شو بقول. التعليق سجالا، وهو عنده خصومة. هو كانت ذرته رونالدو أو ميسي. ميسي يذكر في محفل رونالدو، ورونالدو يحكم في محفل ميسي. وعلى فكرة أنا إلى سنوات ما قبل كأس العالم بالنسبة لي أنا رونالدو أكبر لاعب على المستوى التكامل، متكامل، ورقم واحد بالنسبة لي أنا في تاريخ الكورة دييغو أرماندو مارادونا. قناعة لا تتغير بما عشته وشفته. رقم واحد، رقم واحد في التاريخ مارادونا، ثم ما بعد. ما بعد عطني رقم 2 ورقم 3، بما أنك أنت تقول أنا إنسان صريح وتكلم بشفافية أكثر، واليوم إحنا هذا الهدف من هذا اللقاء. ميسي ورونالدو شوف راهم لاعبين أساطير، كل واحد وميزته وقوته. رونالدو قلتها أكثر مرة هو أكبر هداف في التاريخ، وهذا واضح بلغة الأرقام. لكن أنا نحكي من الجانب الفني، بلغة التمركز، بلغة حاسة الهدف، بلغة أنه 50 سنة هذاك ويلعب ومازال يسجل ويحب يسجل. هذه قيمة كريستيانو. ميسي فنيا عالي برشا. ما يقوم به ميسي لا يقوم به كريستيانو، والعكس صحيح. طيب مراوغ في التعليق ما شاء الله، ومبدع وانتظرت إجابة لم تحضر الإجابة. ايه فما ظلم أيضا، لا فما ظلم. لأنه أنا مارادونا علاقة عاطفية في الثمانينات، 10-11 سنة. شوف دييغو، شوف الكورة، شوف نابولي. يمكن عشان انك حضرت مارادونا سبب اختيارك لمارادونا. لا، الاخر علقت عليه وشفته، والاخر كلمته، والاخر رمضالي على التيشيرت. ما بيردك ورا بعد. يمكن حضرت بيليه. باش اقول لك شيء. ما شاء الله يعني. لا بيليه ما حضرتش، اصغر منك ما شاء الله. طيب مارادونا كتبت رقم 1 2. مارادونا ميسي رونالدو حاجة كما هك. جميل. تفسير الزج باسم ميسي في مباراة فيها كريستيانو رونالدو ولم يحدث العكس، عندما علقت على ميسي لم تزج باسم كريستيانو رونالدو.
ما هو ميسي سهري، انا ماخذ من العائله. شتو هذا كلام لانه صارت ضجه في السوشيال ميديا. يا ودي اسمع، السوشيال ميديا راهو على فكره عمري ما نقرا تعليق، وعمري ما يهزني تعليق، وعمري ما نشوف تعليقات. وهذه نصيحه انا في المهنه عمري، والشباب يعرفوا، عمري ما اخش بالهاتف معايا للكابينة التعليق. انا حضرت وشفت صحيت، ما لا انت شاهد. طيب تفسير الزج بالاسم، يعني وليدة اللحظة صدفة؟ يوم كان ميسي بعث لي اس ام اس قال لي تكلم. الحين تقول ما يحضر التليفون معي. لا قال لي صيتني. وهذا كلام سبحان الله، خرجت في صورة، بالك في مقارنة بأهداف، بالك في مقارنة برقم. ميسي سجل هنا 10 ورونالدو سجل هنا 10. يعني الكلام ما كانت مقارنة، كانت إشادة يعني، وقد تفسر أن انتقاد من كريستيانو رونالدو وإشادة في ميسي في غياب. شوف أنا فما برشا دخلات، فما حاجة تشهرت، فما برشا حاجات تشهر، لكن فما حاجة تنسات. الأولاد متاع جيل توا ما يعرفوهاش. قلتها 2007: لم تكن أمي خضراء العيون ولم يكن أبي أشقر اللون، أنا تونسي الهوى الانتماء وعربي الأصل. لو كانت نمشي لك، فميركل وقتها بأيام رؤساء زمان، فميركل لم تعطيك الفيزا والشنغن، ووقت سميت هولندا رئيس فرنسا هالاند، وقلت في إيطاليا لو كانت آخر تذكرة لدخول استاد الأولمبيكو محمد وباولو لمنحوها لباولو. ومتعمد أني أستعمل كلمة باش ترج الناس، باش تفيق على روحك. أنا أشجع وأتعاطف مع الكرة الأوروبية ونجومها، مانيش يعني ما في ميول. لا مش ميول، فما ميول، أما مش للحد التعصب. أنا أتعصب فقط لكورتي والمنتخبات العربية لما تلعب برا، ومنتخبات أفريقيا لما تلعب في كأس العالم. الباقي أنا أستمتع وأتعلم من التجارب. وهذه دعوة. أنا أشوف حتى أولادي متعصبين مثلا البرشلونة، كلهم مشجعين برشلونة، كلهم برشلونة نعم. فبالتالي يعني قد يفسر أن الوالد برشلوني. لا الوالد يوفنتينو يرحم، كان يقول عليها جوفنتوس، لأن لا تنطق الياء ولا نعرف الأصول بتاع الإيطالية. لما تكتب ما جوفنتوس من أيام جوفنتوس ديل بييرو لا قبل أيام الثمانينات، بيتيغا وباولو روسي وبونييك وميشيل بلاتيني وتارديلي، كانت اليوفي الثمانينات. طيب اسمح لي قاطعتك، تقول أنت رسالة لأبنائك في مسألة التعصب؟ رسالة للشباب العربي كله: ابتعدوا عن التعصب. شوف الكورة يا أخي، هل سنكون ملوك أكثر من الملوك؟ يعني أنت تشوف العلاقة في الرياضة، ريال برشلونة ليفربول مانشستر، ناس تسلم على بعض وناس تحترم بعض وناس كذا، وإحنا سامحوني في الكلمة، شتم وقذف وعرض. من أجل من؟ من أجل كورة، ومن أجل من؟ شيء ما يهمكش تتفرج فيه. يعني تنتهي المباراة خلاص تحضر الروح الرياضية، الفايز مبروك والهارد لك والخاسر هارد لك. استمتع أنا بالكورة وتفرج في الكورة ونشوف علاش الناس وصلوا لهذا المستوى. والكورة راي كما قلت آلاف المرات، راو عندهم هما صناعة. احنا واكلين بعض على المباريات الى حد معناها السب والشتم. ناس علاقة اخرى يدخلوا منها في الاف المليارات، يشغلوا منها الاف الموظفين، يعملوا بها في ماركتينج وتسويق. الاقتصاد البرازيلي، كأس العالم اخر مرة ربحوها 70 واللي بعدها 94. 70 يقولون بلي حاضر انه 24 سنة الاقتصاد البرازيلي نسبة النمو تضاعفت 5 مرات لما ربحوا كأس العالم. ما نقدرش أفسرها، أنا مانيش خبير اقتصادي. كيف؟ لا أدري، ما ندريش، ولكن هي صحيحة وسليمة. فبالتالي وضع آخر الكرة، وضع آخر، مش كرة حتى في الشبكة والناس تهيص. تحب تسمع صوتك يعني بمباريات مسجلة؟ بصفة عامة لا، بصفة عامة لا، لأنه نخاف من الخطأ. سبحان الله، عندي هذه العقدة، نحب نكون مباراة نخرجها نظيفة، ما غير خطأ تاريخي، ما غير خطأ في الاسم، ما غير خطأ مثلا تاع معلومة. نخاف. تعرف بعض الأوقات فما أهداف صاروا تاريخيين ويخونني فيها الصوت يقع شوية، ما نعاودش نسمعوا الهدف.
أحرص على أني أكون كامل أوصاف، والكمال لله سبحانه وحده. معناها أنه المباراة تكون ناجحة من مجاميعه. حرصك ومخاوفك تقول سر تألقك؟ احترام الجمهور، محبة الجمهور. مرات كنت نتناقش مع الوالد يرحمه، الله يرحمه، يقول لي عصام باش تحافظ على روحك وتدوم تجربتك يلزم تعمل بلغة المدربين تورنوفر، الدوزي، تعمل دوزاج، يعني تعاير، توازن وتعاير. يعني مثلا ما تبداش مباراة بالحماس من الدقيقة الأولى 90، مثلا مباراة كما نقولوا احنا صف ثاني ما تتعبش فيها نفسك لأنه عندك مباراة بكرة. فأنا كان دائما ردي وقتها، أنت عملت هكا سبحان الله، لو يكون مشاهد واحد يتفرج فيا لازم نعطيه من روحي ومن قلبي ومن عقلي احتراما لي اللي يتفرج فيا. هل عصام يبحث عن إرضاء الجماهير؟ يبحث عن إرضاء نفسه، لأنه الشوالي يعلق في عالمه السحري. لذلك فما لقطات نبوح لك بيهم أول مرة الجمهور. لقطة بطلت التعليق في أحد أهداف ليونيل ميسي، شلت الكاسك، شلته حطيته فوق الطاولة، بعدت الميكروفون أغلقته، طلعت من كابينة التعليق، بقيت 30 ثانية، شميت نفس ورجعت. جد عليكم معناها، هل تصورتم أني نبطل التعليق؟ كيف نبطل التعليق والعملاق هذا ما زال يلعب ليونيل ميسي واستكملت الواحد. فالمعلق الشوالي بالنسبة لي أنا أراه مسرحي، سينما، مثقف وأديب، سياسي بعض الأوقات يكلمك على قضايا الأمة، ورياضي. وأنا في التعليق نعيش الروحي، نعيش العالم السحري، نعيش لحظة فرح في كرة القدم. تقدر تعيشنا هذا الشيء مرة ثانية؟ يعني ميسي موجود حاليا في الاستوديو في الصورة حاضرة، وانك تعلق مرة ثانية ونعيش الأجواء معاك ونشوف مرة، تعودنا نسمع صوتك، نشوف ونسمع الحين مثلا خلاها حلم. تفضل. بين زوز عمالقة باش ما يدخلوش الشوالي في مقارنات بين ميسي سأتخيل نهائي كأس العالم بين ميسي ورونالدو. تفضل. شكرا زميل مشاري. هذه هي مباراة القمة، لقاء الأساطير. عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، لم يحققوها عند 20 في 40 سنة. نهائي الحلم، نهائي الأسطورة. اشهد يا زيدان، انظر يا مارادونا، مين روحك يا بولي. ميسي رونالدو في نهائي القرن هنا في نيويورك 17 من جولاي 2026. ميسي رونالدو من تنافس على كرة الذهب. اليوم 13 بالون دور تذهب في أدراج الرياح إلى مهب الريح. اليوم كأس ذهبية هي الأغلى. المونديال البوغا والسير 7 في صراع من الأفضل. اليوم الكرة تحسمها، الكرة اليوم تختار. إني خيرتك فاختاري بين ميسي وكريستيانو. الله عليك. طيب حلمت هذا الحلم؟ أكيد، أي أكيد. حلمت أنه يكون نهائي كأس عالم؟ أكيد، أي صح. ماذا تصف نفسك يعني بالشخصية الصريحة المثالية المتزنة، لو يعني قلنا وصف لعصام الشوالي وشخصيته؟ عمره الإنسان ما يقدر هو يقيم روحه أو يوصف روحه. أنت والناس تشوفني تقيمني. طيب أسألك سؤال أنا أمانة نحب نكون متزن، نحب نكون هذا، نحب نعيش وعشت الحمد لله. تحب تكون صريح؟ عيشة بسيطة. أكيد صريح، اللي يعرفوني صريح. ما شاء الله. كم رصيدك في البنك؟ رصيدي في البنك تقريب 350 مليون عربي وعربية يحبوني. يا سلام. صح. هو يعني القصد ان هل التعليق يعني بيكون ثروة، خصوصا عصام الشوالي واحد من الأسماء الكبيرة في عالم التعليق؟ ثروة لا، ما هوش واحد رجال أعمال يعني، ما هوش يبيع في أشياء، ولكن الحمد لله بما قسمه الله نحن ديما راضين ونحمدوه. اي ما شاء الله. احنا بعد نطق الخشب يعني عشان قابلت شخصيات سياسية؟ اي قابلت. الأبرز؟ لا الأبرز دخلنا في مشاكل هكا. طيب. لا، احترام للناس. لا، هو الكل يكثر خيرهم، الكل قابلتهم في حياتي سواء في تونس أو المقابلات العامة مثلا اللي بتذكر منهم، أو خاصة في العالم العربي. أحتفظ بهذا لأنه
أنا لا أتكلم على السياسيين، أتكلم رئيس أو أمير أو حتى أبناء ملوك. كانت في مقابلات خاصة. فبالتالي أمور تبقى سرية احتراما لهم، وأيضا احتفاظا نفسي، خلينا معناها أمور خاصة. مقابلات يعني بناء على الميول الكروية وحبهم في تعليق عصام الشوالي وسماع عصام الشوالي. أي صح. والتاريخ المرتبط. أي صح. أنا 2008 مثلا تكريم هذا الوحيد نحكي عليه لأنه معروف جماهيريا وموجود في اليوتيوب، معناها بدعوة من الرئيس السابق الله يرحمه حسني مبارك الرئيس المصري، بعد أفريقيا وبعد سونغ وزيدان وانتصار مصر في النهائي، تم توجيه الدعوة لي تكريمي بوسام، وقدمت أهم شيء حفلة المنتخب المصري اللي كانت في استاد القاهرة، موجود بوتريكا وقتها، وجاء بوتريكا ما قعدش برشا، قعد نصف ساعة الحفل وطلعوا على البوديوم والمنتخب المصري، وقدمتها باللهجة التونسية، فذكرى مهمة. رأيك في المعلقين اللي يبحثون عن إرضاء الجماهير على حساب المهنية؟ ما نحبش ندخل تحت السقف هذا، لأنه أنا أعتبر زميل، أنا نعتبر نفسي من العيب أن نتكلم في زميل. أنا ما تكلمت عن اسم معين، لكن احنا كلامنا من يبحث عن إرضاء الجماهير ولا يقدم المهنية المطلوبة الأساسية للمعلق بشكل عام. بمعنى مثلا يبحث على كلمة ترضي الجمهور، مثلا يقول كلمة يحضرها باش تنزل في الترند، يثني على عصام الشوالي وعصام لا يستحق مثلا. لا يتكلم في جانب والجانب غير صحيح، لا يبحث عن جانب وقد يظلم في جانب آخر. خيانة مؤتمن، والمؤتمن هو نفسه قبل ما يكون القناة. طبعا إذا أنا لاعب مثلا نصيد فيه تقول أنت هو ما يستحقش وما قدمش مردود ممتاز، إذا عندي مصالح، عندي تقاطعات، عندي ترابطات مع رؤساء. أنا خسارة ما جبتش الهاتف. لو تطلع على الهاتف تبعي فيه زوز رؤساء أندية فقط 2، والكرويين لا يتجاوز 10 اللي يلعبوا الآن. لماذا؟ لأنه باش ما نبقاش تأثير تحت صديق ويا كابتن ووقت تعلق تبدأ ماكش مرتاح، فأنا الباب هذا قطعته. طيب. باش كي نعلق كي نغزر لعينك ما عندك ما عمل لي شيء. أنا أعلق للمهنية، أنا أعلق للكورة. ما شاء الله. طيب إذا بنتكلم عصام في مباراة أو في جملة بقصد أو من غير قصد فسرت أنها استفزاز الجماهير؟ لا ما يستفزش الجمهور، لأن الجمهور هو رأس ماله. الجمهور لولا الجمهور لما كان النجم، سواء في الرياضة، سواء اللاعب، سواء المعلق الإعلامي، سواء الفنان، الممثل، رأس ماله الجمهور. كيف واحد يهاجم جمهوره، يهاجم رأس ماله؟ لا، هو قد يكون جمهور منفصل ما بين جماهيرية، مواجهات الكبيرة للمنتخبات أو الأندية الجماهيرية، على سبيل المثال برشلونة، ريال مدريد، مانشستر، ليفربول، سيتي، توتنهام، أرسنال، غير من الأندية الجماهيرية العربية. لا ولا دخل في إيطاليا، في ألمانيا، في فرنسا. أولا ولا دخلي فيهم. 2 أنا مجرد رأي، وهذه ثقافة لابد أن ترسخ في الوطن العربي، وهنا دور الإعلام. يا أخي اقبل رأيي. مثلا توا على الطاير عندي أصحاب في المغرب في مباراة السوبر الأوروبي غضبوا لما قلت أنا مثل الكرة الذهبية بين ديمبلي ويامال. عصام والله ما كانش العشم كما تقولوا انتم في الخليج. كيفاش أشرف حكيمي. أنا أعطيتك رأي كروي مبني على قراءة كواليس أكثر من أنها قراءة فنية. أوكي؟ وقراءة تاريخية، أن المدافعين ديما مظلومين، الحراس ديما مظلومين، ديما ينظر الوسط الميدان الهجومي والمهاجم والهداف والرقم 10 بالأساس. ثم أرقام وفما لغة ثانية، ثم نعرف لعبة الكواليس. لأنه أنا نقول لهم في 2006 حضرت على بوتريكا
بلغوه أنه الكرة البرونزية في مونديال الأندية مع الأهلي، وبعدها شركات التسويق ضغطت واعطوها الديكو لأنه من برشلونة. فبالتالي أنا أعلم ما لا تعلمون في الأمور هذه تاع الكولسة واللعب وكذا، وما غير ما نعملوا مشاكل لاعب عربي وكذا. والفرصة متاحة لفرنسا اللي ربحوا الكرة الذهبية 3 ولا 4 مرات في حياتهم، وجاهم واحد تقريب جاهز مش يعطيوها لديمبيلي بنسبة 99%. ديمبيلي كاسب اللي كسبه أشرف حكيمي، أهداف وأرقام ومهاجم فرنسي، فرنسا فوتبول فرنسية. طيب المسيرة العظيمة لعصام الشوالي في التعليق، كيف انطلقت الشرارة؟ من وين تحديدا؟ من الصدفة، رب صدفة خير من 1000 ميعاد. أنا إنسان ندرس أدب فرنسي بعد الثانوية العامة في كلية الآداب بمنوب. تونس وقتها عملت قناة تلفزية خاصة بالشباب سماوها قناة 21 نسبة إلى القرن 21. عام 94 بدأت، وعام 95 في عيد الشباب السلطة عملت إذاعة الشباب. أنا قدمت في إذاعة الشباب، وقدمت في الصدفة في آخر يوم ساعتين قبل غلق قبول الملفات في مكتب الضبط. في شهر 8/9 نادولي للاختبار، 5500 شاب وشابة دخلوا الاختبار. إذاعة الشباب اللي أنا مدين لها حياتي كاملة وعمري من وفاها حقها في أنها منحتني الفرصة، وإن شاء الله نكون شرفتها بامتياز أخلاقا قبل عملا. ثم تقبلت 90 واحد تقبل في مختلف اختصاصات، تقديم أخبار، برامج الثقافة، برامج برامج السياسة وبرامج الرياضة، وأنا دخلت رياضي. وأول مباراة علقت عليها كانت 7 أغسطس 97 تونس زامبيا دورة LG كاب. وبعدها يومين ثاني مباراة لي في التاريخ، عملت فاينل تونس نيجيريا، ربحناهم 2-0، كسبنا الكاس من ثاني مباراة. وهذاك أول نهائي من مجموع 213 فينال عملتهم في مشوار، ما شاء والحمد الله. لله ما شاء الله. رقم قياسي أكيد. أنا باش نطلب من إدارة بين سبورتس بالحق لو نحكي أنها تعاوني في حفظ رقم قياسي خاص بالفيفا، موسوعة جينيس إن شاء الله. موسوعة جينيس، لأنه أنا الوحيد اللي علقت نهائي الفيفا، كاس عالم رجال، كاس عالم سيدات، كاس عالم أواسط يعني شباب، كاس عالم الناشئين الأندر 17، وعلقت كاس العالم الكرة الخماسية الفوتسال، ما شاء الله. وكاس أندية العالم. فبالتالي إن شاء الله يعاونوني في كم كاس عالم الرقم. علقت؟ أول كاس عالم علقت عليها 98، وعلقت الفينال في إذاعة الشباب من تلفزة في استوديو 14 البرازيل وفرنسا. وكنت نشجع البرازيل. يعني أنت مع البرازيل. أنا دائما مع ما كان يصطلح في الثمانينات العالم الثالث بين ظفرين. فأنا كنت غريب الأطوار، الوحيد في الدنيا اللي يشجع البرازيل والأرجنتين. ندخل البرازيل، إذا طاحت البرازيل نشجع الأرجنتين، هكذا خيارات. مضطر نمشي لأوروبا نشجع الطليان لأنهم جيران. أوكي جميل. بعد يعني كثير الجمل اللي علقت عليها وكثير الأمور اللي يعني لو بنستذكر ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني زيدان كم أنت كبير يا ابن الصحراء في 2006، الجمل راسخة خالدة في تاريخ التعليق العربي. شلون تطلع من عصام؟ هي توفيق الله ونعمة ربي سبحان الله. ساعات تقول أنت كلمة عادية وتضرب وتحبها الناس وتقبل. أنا باش نقول لك شيء في 3-4 كلمات في السنوات الأخيرة قلتها في المباراة وخرجت ما عندي حتى يعني فيدباك أنها ضربت أو الجمهور. هي القاضية، هي مثلا نضرب يا بدري، هي فما حاجة
يعني أنا نقول في تونس عادي التوانسة الكل يقولها فما حاجة يقول لك اليوم فهمت جات مع التعليق التوفيق هذاك علاش يقول لك التوفيق من عند الله النية لما تكون صافية والقلب لما يكون نظيف ربي يوفقك وهذاك رزق ربي رزقني في الدقيقة 93 من مباراة الريال والسيتي قلت فما حاجة مباراة 2-1 لأن هذيك لو كانت فما حاجة 5-0 ما تضربش لكن 2-1 الريال واقع من البطولة جماهيره بالملايين في الوطن العربي فما حاجة توصل التوزيعة رودريجو بالراس إن لم تخني الذاكرة 3-1 ولات فما حاجات مش حاجة هي كانت 3-1 أو 2-1 تعادل الريال 1-1 ثم سجل لا هذاك الهدف الثاني ولا الثالث الثاني بعدين كملوا الظاهر بالإضافي مش يوريك أنا ننسى قد يكون تفسير الكبر يعني وما زلت شباب هي صحيح مش خليك أنت تعوضني في التعليق لا أنا متشرف في وجودك عزيز شيل يا طويل العمر شيل ميسي واحدة من الجمل اللي ترددت وكانت حديث مونديال العرب هنا في قطر 2022 وما زالت راسخة وعالقة في أذهان جميع من تابع هذا النهائي وجميع محب للمستديرة. هو كأس العالم كان حدث تاريخي في قطر والحقيقة كنت محضر له من شهور أنه يلزم نكون نفسي نقول لك سر في كأس العالم الشباب يعرفوا رغم احنا في نوفمبر وقت في تشرين الثاني ما خرجتش من الغرفة باش ما نمرضش باش كذا باش نكون وفرت كل أسباب التركيز والتألق في البطولة ذيك وريت الناس تمشي دائما من الآخر أنا ما أعتز به أكثر من شيء ما أعتز به مقدمة احنا على العرب اللي عملتها وأنا في السيارة الكابتن يوسف سيف ربي يطول عمره ويخليه قامة من القامات وجه له تحية كان يعلق من الملعب وانا نعلق من بين من استوديوهات رايح للسيارة في السيارة باش نجي نعلق على الماتش قلت هو معقولة يا عصام حدث يصير ممكن تحضر عليه مرة في حياتك في بلد عربي ما تعملش مقدمة يا أخي سحبت الورقة وبديت احنا العرب احنا كذا علاش قلت لك ترجع لما قلته في بداية المباراة بيناتنا الموت كي نبدأ عامل جو فبدأت الجمل تجي عن العرب وساعة شارلمان وهارون الرشيد وخرجت من الواحد يعني فهمت دخلت في مود آخر عشت الأجواء وكانت موافقة جدا في الفاينل رزق آخر من الله الصدفة لعبت دور أنه ليونيل ميسي بعد على البوديوم واخذ الكاس كانه من بعيد وبالتالي قعد يعمل في خطوات للامام وبعد رفع الكاس مع اصحابه ولابس البشت انا البشت ما نعرفش اسمه وقت فهمت ما نعرفش البشت فهمت ما نعرفش انه في قطر وفي الخليج في الخليج البشت فهمني هو وقتها مسك الاولى والثانيه شو باش نقول باش نقول فانا جاتني سبحان الله قلت لك رزق توفيق من عند الله جات على لساني شيء كي قلت شيل هذا باللغة الخليجية المشرقية شيل هز كاس ما نجمش نقولها بالتونسي وقتها هز 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 خاطر حشغر حتى صحيح شيل فجات شيل وهو مشى الخطوة الثانية يبرا مشي معاه الشيل يكمل الثالثة قعدنا فك الشيل وقتها أنا وصل له باش يرفع الكاس بحكم أنا نعرف وعندي التجربة في الخليج من 2001 طويل العمر للشخصيات الكبيرة والأمراء وكذا فجاتني الفكرة ربطت الصورة مع الكلمة وقلت له شيل يا طويل العمر شيل شيل المجد شيل البطولة شيل الذهب شيل والحمد لله الحمد لله وتوفيق رب العالمين ايش قلت لك لكن ردة فعل تحسب لك إيجابية وسرعة بديهة يعني ما نظلم عصام الشوالي لازم نشيد وممكن شهادة الجميع فيك مجروحة لكن إذا بنتكلم عن جمل غدارة وشيل يا طويل العمر وكم أنت كبير يا ابن الصحراء وقبل قليل ذكرت بطلت التعليق لميسي ترى ذكرتها مرتين بطلت التعليق تذكر الثاني دورتموند وملقا في آخر مباراة هي بطلت التعليق في هالمباراة فكثير من الجمل الأقرب لعصام الشوالي من هالجمل التاريخية اللي من الصعب أن نحصيها
ما نجمش الواحد في حياته يفرق في بين أبنائه، وهذا تتسمى بنات أفكاري. أي هذوما بنات أفكاري، هذه فكرة وفكرة وجملة وجملة، ولكن تفرق فقط لما تقترن. معناها مثلا انا صحيت مع تونس مثلا، مع تونس. كما انت كبير يا ابن الخضراء الشرميتي 2007 خلص وقت ماتش الاهلي، لان مستني انا، فهمت؟ قولوا نحن صيدتني انا في بلدي. لقب تاريخي ترجي متاع 2018. تونس مثلا في مباريات مثلا هذيك طلعت اول مره، والله لو بح الصوت، لو بحت الأصوات، لا صوت يعلو فوق صوت النسور. هذه ذاكرتها 6 سبتمبر 2009. هذه كانت تونس ونيجيريا، نلعبوا في نيجيريا، دقيقة 90 2-1 نيجيريا. تونس عدلت في آخر اللحظات الدراجي، وكان شهر رمضان والوقت كان مبكر، فكنت على صيام والصوت هرب وبح بحكم الحماس في الماتش والحماس في الجول. دقيقة 90 وما نجمش نشرب، قلت لك مازلنا احنا على صيام. فوقتها جاءت الفكرة هكاك، وذاك توفيق من عند الله. انت تفسرها سرعة بديهة، انا نقول ربي ألهمني باش نقول، فهمت؟ وذيك الرزق مش فلوس فقط، ترى الرزق في محبة الناس. صحيح. وتنقل لك انا فرق بين المحبة والشهرة، اسألني عليها. فوقتها جيت وقلت بكل الحماس، والله لو بح الصوت، والله لو بحت، لا والله لو قطعت الحبال، لو بح الصوت وقطعت الحبال، لا صوت يعلو فوق صوت النسور. معناها كان أنا جندي قلت فداك يا بلدي في اللقطة ذيك بلغة الكورة. الفرق بين المحبة والشهرة، علاش قلت لك المحبة رزق. سجلتها. ممكن تكون مشهور ولكن مش محبوب، لأنه حتى كارلوس المجرم العالمي مشهور، الناس كل يعرفوه، المجرم السفاح مشهور، هتلر مشهور ولكن محبوب. فأنا أخير في حياتي نكون 51% من الجمهور محبوب على أن أكون 100% معروف.